الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن جاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، أي كما أمر يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته، قال ائتوني بأهلكم أجمعين. فلما جاء إخوة يوسف إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام وأخبروه الخبر، ورجع بصيرا بعدما ألقي القميص على وجهه، تجهزوا للرحيل، كلهم تجهزوا للرحيل من فلسطين إلى مصر، إلى حيث يسكن يوسف. وليس فقط أرادوا السفر ثم الرجوع، إنما أرادوا السفر إلى مصر وأن يسكنوا مصر. قال فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه، وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجير والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة. فلما وصلوا إلى مصر، وصلوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ما وصلوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا على يوسف، أي تقدير الكلام كما ذكر علامة السعدي، أي لما وصلوا إلى مصر بعدما ارتحلوا من أرض فلسطين، دخلوا على يوسف وآوى إليه أبويه. دخلوا على يوسف آوى، أي يوسف عليه الصلاة والسلام ضم إليه أبويه واختصهما بقربه، أي أمه وأباه. قال آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، أي لجميع أهله. أولا اختص أبويه بالقرب، وأظهر لهما من البر والإحسان والتبجير والإعظام شيئا عظيما، ثم نادى في جميع أهله، أبويه وجميع أهله، إخوته وأولادهم وجميع أهله، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. وأراد أن يجعلهم يأمنون مما كانوا فيه من المعيشة، كانوا في نكد وفي ضيق المعيشة، والآن سيكونون في رغد ووسعة المعيشة. قال ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك ومجلس العزيز، وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وإخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجير والإكرام. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له
يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، أي رفع أبويه على سرير الملك من باب البر بهما والتبجيل والتعظيم لهما لعظيم حقهما. رفع أبويه أي أبوه وأمه، وعند ذلك خروا له سجدا. من الذي خروا له سجدا؟ أبوه وأمه وكذلك إخوته للتبجيل والتعظيم. وهذا كان جائزا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، كان جائز في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل التفسير وبعض أهل العلم أن هذه تحية، كانت تحية في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، كانت التحية في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. فعندما رأى ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، رأى من سجود أبويه وسجود إخوته، ذكر أباه بالرؤيا وأنها وقعت، آلت وحصلت، وأنها حصلت هذه الرؤيا كما رآها. يوسف قال لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، وهم إخوته 10 غير الأشقاء، و11 الشقيق بنيامين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، هما أعظم إنارة وأعظم إضاءة من الكواكب، رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر هم أبوه وأمه، والكواكب هم إخوته. عند ذلك قال لأبيه، قال: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، أي وقوعها، هذه الرؤيا وقعت الآن وحصلت. قال: قد جعلها ربي حقا فلم يجعلها أضغاث أحلام، أي تلك الرؤيا ليست بأضغاث أحلام، لا عبرة بها ولا تؤول إلى حقيقة، بل هي رؤيا وتؤول إلى الحقيقة، وقد آلت إلى حقيقتها وحصلت مثل ما رأيت. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام: حصلت مثل ما رأيت. قال: وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه. فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نعم، قال: وقد أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، ولم يقل وقد أحسن بكم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام وقد أحسن بكم. وهذا من حسن الخطاب، وهذا من حسن خطاب يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه لربما إذا قال وقد أحسن بكم لربما يحصل في النفس شيء، أنهم كانوا في فقر، وأنه في النفس أنه تعظيم، هو الذي أحسن إليهم بأن جاء بهم من البادية، وأنهم كانوا في فقر
وضيق معيشة، ولا يعني بسببه جعلهم في رغد العيش. قد يحصل في النفس شيء، وهذا قال العلامة السعدي قال: فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يذكر ما حصل قبل السجن، وذلك لأنه قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لن أذكر ذلك الذنب أبدا، لن أذكر ذلك الذنب أبدا. وهذا من تمام عفوه، من تمام عفوه عليه الصلاة والسلام، فإنه مباشرة ذكر حاله في السجن ولم يذكر في الجب، لأنه قال لإخوته: لن أذكر ذلك الذنب ولن أؤنبكم على ذلك الذنب، ولن أؤنبكم أي أحاسبكم على ذلك الذنب، بل عفى عنهم. لا تثريب عليكم اليوم، أي لا ألومكم ولا أؤنبكم. قال: إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وجاء بكم من البدو، لم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، لكي يدخل في قلبهم أنه يمتن عليهم بهذه النعمة، أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما قال وجاء بكم من الجوع والعطش، لكي يذكرهم الحالة التي كانوا عليها فيحزنوا. وكذلك لربما يدخل في نفسه عليه الصلاة والسلام شيء من حب نفسه، من حب نفسه. وهذه صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم يتواضعون لله ولا يجعلون ولا يضيفون الإحسان أو الشيء الذي فعلوه إليهم، إنما يضيفونه إلى الله عز وجل، إنما يضيفونه إلى الله عز وجل. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الحمد لله الذي جمعنا بعد التفرق ولم شملنا بعد أن كنا متمزقين، وذلك بسبب الشيطان الذي ماذا قال؟ نزغ إخوتي، جعل الذنب على إخوته فقط؟ لا، بل كأن الذنب حاصل من الطرفين، منه ومن إخوته. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا أيضا من تمام عفوه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تمام عفوه، فلم يلقي اللوم عليهم، فلم يجعل كل الذنب عليهم، بل جعل الذنب كأنه صدر منه وصدر منهم. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، مع أنه من فرق بينه ومن أساء إليه، وهل هو الذي أساء؟ ولم يفعل شيء، إنما أساء إليه إخوته. وهذا من تمام عفوه، لا تثريب عليه، لا ألومكم. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي لما شملنا وجمع فرقتنا. إن ربي لطيف لما يشاء، لطيف يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، بأمر لطف
أي خفي، أمر لطف أي خفي، فيوصل الإحسان إلى من يشاء بأمر لا يشعر به العبد، بأمر لا يشعر به العبد، ويوصله إلى المنازل الرفيعة بأن يمر بأشياء يكرهها. فيوسف عليه الصلاة والسلام ما نال هذه الرفعة التي نالها ووصل إليها إلا بأمور حصلت له من قبل شاقة يكرهها، تفريق بينه وبين أبيه، وكذلك دخوله السجن بسبب اتهام امرأة العزيز له، وبعد ذلك صار إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة فهذا من لطف الله عز وجل، قال إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالله عز وجل يعلم ما في الصدور وما تكنه الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الحكيم أي أنه يضع الأشياء مواضعها، هذا هو الحكيم، هو الذي يضع الأشياء مواضعها ويسوق الأمور إلى أوقاتها. فساق الأمور ليوسف عليه الصلاة والسلام، أولا وضعه في غيابة الجب، ثم بعد ذلك دخوله إلى السجن، ولولا أنه دخل السجن لما نال هذه الرفعة، ثم بعد ذلك مكوثه في السجن ورؤيا الملك، ولو أنه أخرج بغير رؤيا الملك لما نال هذه الرفعة، لكن رؤيا الملك، وزد فوق ذلك أن أول الملك عرض هذه الرؤيا على علماء بلده وعقلاء قومه فعجزوا عن تعبيرها وقالوا أضغاث أحلام. ثم بعد ذلك ذكر ذلك الذي خرج من السجن ونجا من السجن ما ليوسف عليه الصلاة والسلام من العلم في تعبير الرؤيا، فقال لهم دونكم يوسف فهو المعبر، فذهب إلى يوسف وعبر يوسف عليه الصلاة والسلام تلك الرؤيا، فيسوق الأشياء. ثم خروجه من السجن ويستطيع نيله تلك المنزلة الرفيعة، ملك خزائن مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهو قادر في تلك الحالة أن يدعو إخوته وأن يلتقي بهم، لكن الله عز وجل ما أذن له في ذلك، فجاء إخوته. من تيسير الأمور أن الله عز وجل جعل الجدب يعم والقحط يعم البلاد، حتى اضطر آل يعقوب، إخوة يعقوب وأهل يعقوب، أن يأتوا إلى مصر ليأخذوا الطعام. هذا من تسهيل الأمور، وإلا ما سيأتي إخوة يوسف إلى مصر، كان الطعام عندهم موجود، لكن من تيسير أمور الله عز وجل ليوسف أن يبلغ تلك المنزلة وأن يجتمع بأهله أن جعل الله عز وجل القحط يعم، فاضطر إخوة يوسف للرحيل إلى مصر لأجل الطعام، لوصول الأخبار إليهم بأن هناك ملك خزائن مصر قد أحسن التصرف، فجعل هناك في خزائن مصر كثير من الطعام، وأن من يأتي وأنه سيعطيه الطعام. فذهب إخوة يوسف لأجل إتيان أخذهم للطعام، فبعد ذلك طلب منهم أخوهم أن يأتوا بأخيه الشقيق بنيامين، وهذا لعله هذا بأمر الله، ولعل الله أراد
أن يبتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام لكي ترتفع منزلته وتعلو مكانته، كما تقدم معنا في درس الذي كان بعد الفجر، أن هناك منزلة، أن هناك منزلة يجعله الله عز وجل لبعض عباده منازل، أن الابتلاء قد يكون لأن العبد هنالك له منزلة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل لكي يبلغ تلك المنزلة. فالله عز وجل أراد أن يبتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام أيضا بأن يفرق بينه وبين بنيامين، فيوسف إنما أخذ أخاه بأمر الله، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ثم بعد ذلك لما أن اشتد بهم الأمر وزاد بهم الفقر والحاجة، أذن الله عز وجل ليوسف أن يلتقي بأبيه وأمه وإخوته وبجميع أهله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.